one day we're gonna die. You gonna die. If I'm gonna ever be a sacrifice, I want to make sure. كلمات قالها مشاهير بنحبهم قبل لا تيجي لحظتهم الأخيرة. محمد علي. مشاهير الكل حبهم وتعلق فيهم، بس فجأة كل إشي انتهى. فهل بتتوقع انه مشهورك المفضل كانت نهايته سيئة؟ اصغر مغني في العالم نهايته من اسوأ النهايات اللي ممكن انك تشوفها في حياتك. XXX تنتاسيون. يعني مين فينا ما سمع اغنية او وكلهم من الاسطورة XXX تنتاسيون، وهذا من اشهر الرابرز الموجودين في امريكا، واي رابر في هاي البلد لازم تنطبق عليه هاي الصفات. لونه زي هيك، رجل بيو بيو واواعيك جلد. اوكي ما عنديش الا جاكيت سلكولي، واهم اشي صوته فيه باخره نوم، يعني اشتراك ولا وشي. وXXX تنتاسيون واللي اسمه جيسي اوكي اسمه صعب ليك حسميه جوجو. هذا البني ادم كان مطبق كل الصفات اللي حكيت لكم عنها قبل شوي حرفيا، لانه من وهو صغير كل اللي حواليه كانوا زي هيك اساسا. يعني ابوه كان رجال بيو بيو لدرجة انه لما جيسي انولد كان ابوه بالسجن، وهذا الاشي خلى امه هي رجال البيت وتصرف عليهم. بس بعد فترة جوجو او جيسي صار يحكي دقيقة صوتي جميل فليش ما اغني، وفوق انه صوته حلو الصفات اللي قلت لكم عنها بتنطبق عليه، وهذا الاشي ممكن ينقله من الفقر للغنى الفاحش. فكان الموضوع بزنس جدا قوي بالنسبة له، فبلش مشواره على اليوتيوب وصار ينزل اغاني، بس ما كان يجيب دعم زي ما قاطع لحد سنة 2016 وبداية 2017 لما فجأة تفجرت قناته مشاهدات بدون اي سبب، وحتى انه جاب على اغنية فوق ال 500 مليون مشاهدة وبوقت جدا قصير. وقتها تنتاسيون كيف لانه صار من اشهر الرابرز الموجودين في امريكا، بس شكله ما كان يعرف انه راح يصير له اشياء جدا خطيرة من وراء هذا النجاح المفاجئ. لانه مع هذا النجاح اللي صار له بلش شوي شوي يصير زي ابوه ويعمل مشاكل مع اي حدا بيشوفه، ومن ورا هذا الاشي ب 2016 انسجن، وصار السجن بالنسبة له زي ريحة للمدرسة، كل شوي يروح عليه. وقلت لكم ريحة للمدرسة لانه وقتها كان عمره 18 سنة بس، يعني لو يجي زلمة بكف بيبطحه. بس رغم كل هاي المصايب الا انه فانزاته كانوا دايما يشجعوه ويدعموه، لانه بالنسبة لهم فهذا مراهق زيهم وبحسوا فيه وبأغانيه. سيبكم من اللي انا قلته قبل شوي، لانه الحادث اللي راح تصير راح تأثر بكثير ناس وراح تخليهم يحزنوا حزن شديد كثير. وهون بدي احكي شغله، انت كمتابع ليوتيوبر معين او مغني معين او حتى ممثل معين او لازم انك لا تتعلق فيه ابدا ولا تعتبره قدوة لإله، لانه هذا المشهور بالنهاية انسان زيك زيه وما فرق عنك بإشي غير انه الله عز وجل معطيه شهرة وهو سعى إلها. حبه عادي ما في ولا اي مشكلة، بس لا تتعلق فيه ويصير اي اشي هو بيسويه انت تسويه، لانه هذا الاشي ممكن يضرك كثير. نرجع لموضوع، حكينا انه جوجو كان يحب المشاكل كثير، فلهيك كان عنده اعداء بشكل جدا كبير، وفي منهم جد كان ناوي عليه ولاسباب جدا تافهة. يعني تخيل يجي تنتاسيون ويسرق مصاصة واحد فيبلش هذا يعيط ومصر ايش ويتحلف له انه بعد الترويحة حيجي له ترويحة، يعني انه بعد المدرسة، فاهمين كيف؟ بس مين كان يفكر انه بعد كل هذا الدور حيجي عليه؟ لانه بسنة 2018 يوم 18 من شهر 6 كانوا الناس ماشيين بامان الله، ولا فجأة يلاقوا سيارة غالية 1000 بس بابها مفتوح وموجود فيها واحد نايم، ولما قربوا شوي لقوا تنتاسيون اللي عمره 20 سنة مفارق الحياة جوا سيارته. بس عشان نعرف كيف صار هذا الاشي لازم انك تعرف معلومة جدا مهمة عن تنتاسيون. هذا البني ادم بيعشق اشي اسمه سيارات رياضية او دراجات نارية، يعني كل ما يزهق ما بيروح على الجيم او بيساعد امه زي اي شخص طبيعي، لا كان يشتري دراجة نارية جديدة. وفعلا وقت ما صار الحادث كان رايح تنتاسيون عشان يشتري دراجة جديدة وكان حقها فوق 50,000 دولار. بس بالطريق كان في رجال بيومي وصغار هيك ضعافين وشافوه وقالوا بس خلينا نسرق جده، وكانت خطتهم سهلة كثير، يسكروا عليه بسياراتهم وياخذوا الفلوس ويهربوا وبس كده. بس صار العكس،
لانه اول ما سكروا عليه صاحب تنتاسيون هرب، وفعلا رجال البي وبي واخذوا الفلوس. بس تنتاسيون ما عجبوا الوضع وقاوم، ولا فجأة اظن انكم بتعرفوا الباقي. المشكلة انه هذا الاشي ما كان مخطط له، لانه حسب كلام رجال البيو بيو فالموضوع صار بسرعة، فانعجقوا وسووا اول اشي ممكن يخطر على باله. وهاي القصة نعرفها لانها تصورت بكاميرات المراقبة، بس للامانة اول مرة في حياتي بشوف كاميرات مراقبة واضحة لهالدرجة. بس للاسف الناس اجت تساعده بعد ما فارق الحياة، وكل هذا بسبب انه دخل حاله بمشاكل هو لازم انه ما يدخلها. رحلة أشهر لاعب كرة سلة مع بنته كانت نهايتها من أسوأ النهايات في التاريخ. كوبي براين ثاني أفضل وأشهر لاعب كرة سلة في العالم، ومن قوته وشهرته كان ينضرب فيه المثل لما ينحكى عن كرة السلة، لأنه مستواه كان جبار، لأنه لعب اللعبة فوق 20 سنة. بس للأسف ب 2016 أعلن اعتزاله بعد ما فاز بأكثر من 5 بطولات وطنية، والناس كانوا يحبوه كأنه كريستيانو بس فرح كرة السلة. بس برغم كل هالحب من الناس إلا إنه الإشي اللي صار له بعد اعتزاله صدم العالم كامل، واللي هي الحادثة اللي تسببت بوفاته، لأنه لحظاته الأخيرة كانت بتقطع القلب من كثر ما هي حزينة. بس قبلها لازمك تعرف هالشغلة عن كوبي، لأنه معروف إنه كان دايما يسافر بين كاليفورنيا ولوس أنجلس، لأنه هي المنطقة اللي فيها أغلب شغل وأغلب معاملاته كانت هناك. وعشان فرق المسافة الكبير بين الولايتين كان عنده هليكوبتر، لأنه برأيه هي أفضل وسيلة نقل. يعني الرجال كان يحب الهليكوبترات بشكل جدا كبير، وما كان يروح لمكان إلا فيها، لدرجة لو امه تقول له جيب ربطة الخبز من ابو محمد اللي عطره في الشارع كان يطير الهليكوبتر عشان يروح يجيب خبز. بس بتاريخ 2020 شهر 1 يوم 26 كوبي كان عنده رحلة للوس انجل، لانه كان في بطولة كرة سلة لازم انه يحضرها، وركب هالهليكوبتر وطار. ويومها قرر انه ياخذ بنته واللي اسمها جيانا براينت ولا ايش زي هيك، واللي عمرها وقتها 13 سنة بس هذا كان اسوأ قرار راح يتخذه في حياته، لانه بهذاك اليوم الأسود كانت كل الأخبار بتقول إنه راح يصير في تغيرات في الجو ورياح وضباب وعواصف. بس كوبي ما كانت فارقة معه، لأنه واثق من الطيارة اللي عنده واللي خبرته بتتعدى 20 سنة، نفس عاد السنوات اللي كان يلعب فيها كوبي كرة السلة. بس للأسف صارت المصيبة، لأنه بنص العواصف والغيوم الكثيفة طيارة تغير مسارها وصارت تروح يمين وشمال، ومعروف إنه بين الولايتين كان في جبال كثير، ولا فجأة كوبي اللي عمره 41 سنة تم إيجاده متوفي بحادث سقوط هليكوبتر هو وبنته، والسبب إنه الطيار ما قدر إنه يسيطر على الطيار، وهذا الإشي خلاه يصدم في الأرض. وتحولت رحلة الأب مع بنته لآخر رحلة راح يطلعوا لها في حياته. والمشكلة إنه لحظات كوبي الأخيرة كانت بتحزن، لأنه كان يحاول يهدي بنته اللي خايفة ومصدومة، فكانت كلماته الأخيرة تمسكي بي جيانا، تمسكي بي. أشهر رابر في التاريخ تم إنهاء حياته بطريقة جدا صادمة. توباك شايفين كل الرابرز اللي بيقولوا عن حالهم انهم خطيرين وتابعين عصابات وياو امسكهم كلهم واضربهم ب10 او لا 20 ولا اسمع 100 وراح يطلع لك توباك، حرفيا من اخطر المشاهير والرابرز في التاريخ. بس كيف وليش صار بهاي الخطورة؟ وهل عن جد نهايته سيئة؟ توباك انولد سنة 1971 وفي أمريكا وتحديدا نيويورك سيتي. وتوباك زي ما انتم شايفين لونه زي هذا اللي في ايدي واللي ما بقدر احكي اسمه عشان اليوتيوب الله ياخذه. وكان على وقتها العنصرية بأمريكا جدا قوية، فأبوه لتوباك كان داخل جماعات للدفاع عن أصحاب البشرة هذه، وبأمريكا أي حدا بجماعات مش عاجبيتهم راح يودوه ورا الشمس حرفيا، لدرجة إنه أبوه كان مطلوب للإف بي آي. وفوق كل هذا أمه لتوباك محطوطة بالسجن، فتخيل طفولة توباك كيف راح تكون، لا عنده أبو ولا عنده أم. بس رغم كل هاي الظروف ما استسلم، وكان يحاول ويحاول، حتى إنه قال لما كنت أنا وأمي مستأجرين بيت ما كانت تيجي عنا الكهرباء أبدا، فكنت مضطر إني أدرس بالظلام عشان أقدر إني أنجح بالمدرسة. بس أكثر إشي دمرني هو لما صاحب البيت طردنا، والسبب لأن كنا فقيرين ومكسورين. وكمل توباك وقال كان هدفي الوحيد أن أبقى على قيد الحياة وأنجو في هذا العالم المظلم.
فقررت الرحيل إلى كاليفورنيا لأحاول جمع بعض المال، ولكن في طريقي اكتشفت موهبتي في التمثيل. والمشكلة إنه في كثير ناس ما بيعرفوا إنه توباك مش بس رابر محترف، لا وكمان ممثل محترف، وكان من أنجح الشباب بمجاله. والسبب إنه الأغاني والأدوار اللي كان يعملها كانت بتمثل بشكل كبير طفولته والأشياء اللي كان يشوفها وهو صغير، لأنه مشاهد التمثيل كانت بتعرض رجل بيو والخطير زي سي جي هيك، يعني بيشبه سي جي اللي من لعبة جي تي اي. ولما ازدادت شهرته بطل بس يعمل راب وتمثيل، لا صار يتاجر بالمخدات وبالبيو كمان، تم تشهيره لأجل يوتيوب. والمشكلة إنه ما كان يستحي من حدا، وكان يحكي هذا الحكي بالراب تبعه بشكل جدا عادي. بس أكثر إشي خلى الناس إنها تحبه هو إنه كان يحكي عن معاناة الفقراء، وخاصة اللي بشرتهم زي هيك واللي عايشين بأمريكا. ولأنه بكل بساطة كان عايش زيه، فكانوا لما يتفرجوا عليه يحسوا إنهم بيشبهوه. بس رغم كل هذا إلا إنه إله كارهين بشكل جدا مجنون. والمشكلة إنه توباك اللي بيكرهوه مش كره عادي، لا كان كره برو ماكس حرفيا، لدرجة إنه الحكومة الأمريكية بكبرها كانت حاقدة عليه، وكل العصابات الأمريكية كمان. فيعني البني آدم كان وضعه جدا صعب. وسبب كره الحكومة الأمريكية له لأنه أغلب أغانيه بتهاجم النظام الفاسد تبع الدولة واللي بيفرق بين الناس حسب لونه، فأكيد الحكومة الأمريكية ما عجبها هذا الإشي، فصاروا كل 5 ثواني قاضوا. يعني يكون توباك ماشي بالشارع بمان الله، ولا خذ قضية إنك بتحرض الشارع علينا. بس الإشي الحلو والصادق إنه توباك طلع من كل هاي القضايا زي الشعرة من العجين. وتوباك بسبب شهرته الكبيرة وفلوسه الكثيرة كان كأنه كابوس بالنسبة للعصابات الأمريكية، فمحاولات القضاء عليه كانت كثير بشكل مش طبيعي أبدا. والمشكلة إنه كل ما زادت شهرته وزادت فلوسه أكثر كانت تزيد معاهم المحاولات أكثر وأكثر، لحد ما فعلا نجحت واحدة منهم، وكانت من أغرب القضايا في التاريخ لأنها قعدت فوق 27 سنة عشان تنحل، تخيل. والقضية بلشت سنة 1996 وبالضبط يوم 7 من شهر 9، واللي تم القضاء فيه على توباك، لأنه توباك وقتها كان رايح يحضر مباراة ملاكمة لصديقه مايك تايسون واللي معروف بملاكمته للأسطورة محمد علي، واللي راح نحكي عنه لقدام، فكمل معي الفيديو للآخر. والمباراة صارت بكازينو بلاس فيغاس، وكانت جدا ضخمة، آلاف الناس والممثلين والرابرز والرجال بيو كلهم بمكان واحد، وأكيد توباك كان معهم. ولما خلصت المباراة بفوز تايسون أكيد قرر توباك إنه يروح لنادي ليلي عشان يغني. وبتتذكروا رجال بيو اللي حضروا المباراة؟ من هذولاك الرجال كان في عصابة حاقدة على توباك، والمشكلة إنهم منافسين إله، واللي بالصدفة توباك لقى واحد منهم واللي اسمه أورلاندو أو رونالدو من سوق الجمعة، وصارت بينه وبين توباك طوشة، وتوباك مسح في الأرض، وتوباك مسح في البلاط وشقلب له وجهه شقلة ونظف أواعيه وكمل طريقه ولا كأنه صار له أي شيء. بس تخيل إنه هاي الطوشة كانت سبب بإنهاء حياة توباك، لأنه بعد ما توباك خبط ببطن أورلاندو ولا رونالدو راح الجبان وجاب 3 من أصحابه وبلشوا يلحقوا سيارة توباك عشان يعملوا له بيو. قسما بالله لو الحاجتي ايه، وفعلا لحقوه. واول ما اجت الاشارة الحمراء وقف توباك عند الاشارة ولف وجهه، ولا فجأة 14 رصاص انهت حياة توباك، ورجال بيو هربوا بعد ما تركوا توباك بهذا الشكل. والغريب بالموضوع انه كان في ادلة الارض على مين اللي عمل هذا الاشي، ولسبب ما الحكومة ما كانت قادرة تكتشف الفاعل، عاملين حالهم زي دورة انه اين البحر انا لا اراه. وعلى الاغلب من وراء حقد الحكومة عليه قرروا يعملوا حالهم كانهم دور. والموضوع كان جدا واضح انه رونالدو اللي من سوق الجمعة هو السبب وراء كل هاي المصايب، فعشان هيك الحكومة عشان الناس حطته كمتهم بس. وبعد مرور 27 سنة واخيرا قرروا انهم يقبضوا على المجرم واللي اسمه KFD، هو اللي ايش زي هيك، واللي كان واحد من ال4 اللي اطلقوا على توباك. وبرايك ليش مسكوه؟ حرفيا لانه الوحيد اللي عايش بينهم، الباقيين في القبر بينسألوا من ربه. بس المشكلة انه في ناس بيقولوا انه هاي القصة كلها مش حقيقية، وانه توباك لساته عايش بس بجزيرة ثانية او بدولة ثانية، وعمل كل هذا عشان يختفي ويبعد حاله عن الشهرة. وفي ناس ثانيين بيحكوا لك انه كان راح يأسلم، بس الماسونية
لا، ما عجبها هذا الموضوع، لانه على كلامهم كان راح يفضح مخططاتهم الشريرة، فقرروا انهم ينهوا حياته. وألف قصة وقصة، والمشكلة انه كلهم ما عليهم ولا اي دليل، عكس اللي انا قلت لكم اياها قبل شوي، لانها اكثر وحدة واقعية وقوية بينهم. بس انت برأيك هل الماسونية هي السبب اللي صار لتوباع، ولا لساته عايش بجزيرة؟ أعظم ملاكم في التاريخ نهايته هزت العالم كامل، محمد علي أو كاسياس كلاي. هذا البني آدم جد بطل حقيقي، من كمية الأشياء اللي صارت له بحياته واللي قدر إنه يتغلب عليها ويطلع لنا شخصية الأسطورة محمد علي، واللي انولد سنة 1942 في ولاية كنتاكي الأمريكية، وكان اسمه وقتها كاسياس كلاي. واللي ما بيعرف إنه بهذيك الفترة كانت العنصرية ضد أصحاب هاي البشرة جدا عالية، فأي عائلة لون بشرتها زي هيك على الأغلب بتكون فقيرة كثير. وفعلا كلاي عيلته كانت فقيرة شوي، لأنه أبوه وأمه كانوا يشتغلوا، فكان عندهم إشي يطلع لهم فلوس. بس كلاي كان مميز بضخامته وقوته المش عادية، وبيقولوا إنه كلاي لما كان عمره 2 سنين ضرب أمه بوكس لدرجة إنه كسر لها سنها. طبعا أكيد الموضوع كان مجرد مزح، لأنه محمد علي وقتها كان مجرد طفل. فتخيل هاي القوة العظيمة والطفولة الصعبة ومعها التمييز ضد أصحاب هاي البشر، فأكيد راح يكون عنده حقد كبير وبده يحاول يفرغه بأي إشي. فبالمدرسة كان عنده هيك شلة صغيرة وهو القائد عليهم، زيحوا شوي. ومن هو صغير كان واضح عليه ثقته بنفسه وموهبته الكبيرة. وبعدها طبعا لما صار عمره 12 سنة صارت قصته المشهورة لما انسرق البسكليت تبعه أو السيكل تبعه أو هذا الإشي مش عارف شو بتسموه. وكلاي كان يدور على مين سرق، فبالمصادفة سأل الشرطة اللي كان موجودة في هذيك المنطقة وقال له لو شفت اللي عمل هيك راح اكسر له عظامه تكسير. وهذا الشرطي طلع مدرب ملاكمة واسمه جو مارتن، فبلش يدرب كاسياس كلاي عنده وضلوا يفوزوا المباراة ورا الثاني، وما شاء الله الله رزقه الفلوس والشهرة وميداليات الأرض. بس المشكلة انه ظل المجتمع الامريكي يتعنصر عليه، بس هذا الاشي ما وقف انه يظل يفوز المباراة ورا الثاني، حتى انه فاز على بطل العالم في الوزن الثقيل واللي كان اسمه سوني ليبسون ولا اشي زي هيك. وهاي المباراة كانت من اعظم المباريات في التاريخ واللي فاز فيها كلاي وصار بطل العالم في الوزن الثقيل. وبعد ما تتوج بهذا اللقب كاسياس كلاي تعرف على رجال اسمه مالكوم اكس، وقرر ولله الحمد انه يدخل الاسلام وينضم لجماعة اسمها أمة الاسلام. وبسنة 1964 قرر كاسياس كلاي انه يغير اسمه للأسطورة محمد علي. وهذا الاشي قلب الرأي العام، انه دقيقة كيف بطل العالم في الوزن الثقيل يصير مسلم؟ وهذا من اهم اسباب نهاية محمد علي الحزين. ومن شجاعته انه لما كان يسألوه عن عدد البادي جاردز اللي حواليه او الحراس الشخصيين رد بطريقة جدا عجيبة وقوية. Do you have a bodyguard? You don't? I have one bodyguard. He has no eyes, though he see. He has no ears, though he hear. He stops those who's that? That's God. He's my bodyguard. He's your bodyguard. فالبني آدم ما شاء الله قوة وشخصية الله يرحمه يا رب. وطبعا دخوله للإسلام ما قلل منه أبدا، بالعكس لأنه ظل يتألق ويشوف المباراة ورا الثانية كمان مرة. وحتى أنه بعدها الجيش الأمريكي طلب منه أنه يتجند للحرب بفيتنام، بس طبعا محمد علي رفض قاطع. ومن وراء هذا الاشي انحكم عليه بالسجن 5 سنين ودافع غرامة $10,000. بس لأنه محمد علي دفع الغرامة بشكل فوري فما راح على السجن، بس انمنع من الملاكمة لمدة 3 سنين ونص. يعني متخيلين بطل العالم يصير فيه زي هيك؟ المهم بعدها بسنوات وتحديدا سنة 1981 محمد علي كلاي اعلن اعتزال بعد سنوات من النجاح الاسطوري لافضل واقوى ملاكم في التاريخ. بس للأسف بعد اعتزاله صابه مرض اسمه متلازمة باركنسون او مرض الرعاش، وهذا المرض بصير للمخ، وبقولوا انه
بسبب كمية الضرب اللي اكلها والقتالات العنيفة كثير اللي دخلها. والمرض هذا بيخلي عندك تأخر بالفهم وحركاتك بتصير بطيئة وبترجف كمان. وهذا المرض وضح عليه كثير سنة 1996 وظلوا يعاني منه حتى سنة 2016. واللي للأسف في هذاك التاريخ توفي الأسطورة الملاكم المسلم محمد علي كلاي، واللي كان معه في هذيك الفترة صديقه ومنافسه مايك تايسون. ومن مقولات محمد علي العظيمة واللي خلدها التاريخ هو لما سألوه بمقابل كم مرة بتفكر في موتك، وكان جوابه 5 times a day when I pray. See, this life is short. This life is a preparation for the eternal. فالله يرحم محمد علي كلاي ويسكنه فسيح جناته يا رب. لا تنسى انك تتابعني بالانستا، هاي اليوزر تبعي، وهذا فيديو لأرعب حسابات في الانستا لازم انك تشوفه.